أحياناً بنشوف موقف غريب ومربك جداً. يعني لو شركة بتعمل مقابلة عمل لمدير تنفيذي جديد، وبدل ما رئيس مجلس الإدارة يحضر بنفسه عشان يناقش استراتيجيات الشركة، يقوم باعت موظف مبتدئ يعمله هو المقابلة. تفاصيل كتير جداً هتضيع، صح؟ بالظبط. التقييم هنا بيفقد قيمته تماماً. لأن المبتدئ ده مش هيقدر يستوعب الرؤية الشاملة أو يختبر الكيمياء المطلوبة للمنصب الحساس ده يعني. ده حقيقي جداً. والفكرة دي بصراحة بتعكل جوهر تحليلنا العميق النهاردة لنص بعنوان إزاي تدرسي خطيبك الجزء الثالث. مظبوط. النص ده بيركز على فترة دقيقة قوي اللي هي ما قبل الخطوبة، وتحديداً يعني لحظة دخول الشاب لبيت العروسة. أيوة، وعشان كده مهمتنا النهاردة إننا نفكك أنواع الشباب المتقدمين للجواز زي ما المصدر بيعرضهم، ونفهم إزاي مرحلة الاستطلاع دي ممكن تدار بذكاء. البداية في النص كانت مع الشاب اللي بيعتمد على مبعوثين للتقييم قبل ما هو يظهر في الصورة أصلاً. المصدر بيقسم الشباب دول لفرق، والفريق الأول هو الشاب المتردد. اللي هو بيبعت والدته أو أخته ككشافين في البداية، صح كده؟ أيوة بالظبط، كشافين. والنص هنا بيقسم الأخبار اللي الكشافة دي بتدور عليها لنوعين: نوع عادي ومقبول زي الطول، الشكل العام والطباع الأساسية. تمام، دي حاجات بديهية يعني أي حد بيسأل عليها. صح. لكن في نوع تاني مصيري ومرفوض تماماً إنه يتناقش مع الوسيط. زي إيه مثلا؟ يعني مثلاً الرؤية لمسألة الإنجاب، زيارات الأهل، وخطط إدارة الحياة المادية والاجتماعية. دي حاجات المصدر بيشوف إنها ما تتسابش الوسيط خالص. يعني تشبيه الموظف المبتدئ ده منطقي جدا هنا بصراحة. بس إيه الخطر الفعلي اللي بيخلي المصدر يحذر بالشكل ده من مناقشة الأسئلة المصيرية مع الوسيط؟ بصي، الخطر الأكبر بيكمن في طبيعة نقل الكلام نفسها. المصدر بيوضح إن نقل الكلام عبر وسيط، وتحديداً الوسيط النسائي في السياق اللي النص بيطرحه، غالباً بيتعرض للتحريف. تقصد تحريف بالزيادة أو النقصان يعني؟ أيوة بالظبط. وللتدليل على ده النص بيستشهد بتفسير لآية الشهادة عشان يأكد فكرة احتمالية النسيان أو غياب الدقة في النقل. يا خبر، دي نقطة حساسة جدا. جدا. لأن المشكلة الأكبر إن الشاب ممكن يلغي الفكرة وينسحب تماما بناء على معلومة اتنقلت غلط أو بصياغة حادة شوية. في حين إنه لو كان النقاش مباشر في الرؤية الشرعية، التفاعل ده بيخلق كيمياء وتفاهم، صح؟ أكيد. التفاعل المباشر ممكن يخلي الطرفين يتغاضوا عن اختلافات بسيطة مقابل مميزات تانية بيشوفوها بعينهم. الوسيط مستحيل ينقل مرونة الحوار أو لغة الجسد. طب ثانية واحدة قبل ما نتعمق أكتر في التفاصيل المشوقة دي، أنا حابة أطلب من كل جمهورنا على يوتيوب دلوقتي يدعمونا. يا ريت يكون في دعم للفيديو بالإعجاب والاشتراك في القناة حالاً، عشان ده اللي بيضمن استمرار النقاشات العميقة دي. الدعم ده بيفرق جدا في استكشاف المصادر المختلفة فعلا. نرجع بقى لموضوعنا. أيوة، نرجع لموضوعنا. لو افترضنا إن الأسئلة العميقة دي ما كانتش مجرد فضول من الأخت، يعني إيه لو كانت بطلب مباشر من العريس نفسه إنه يبعتها تسأل؟ المصدر كان حاسم جدا في النقطة دي على فكرة. لو الطلب جاي منه هو، فالنص بيصنفه كشاب متردد وضعيف الشخصية وثقته مهزوزة. عشان خايف يواجه ويرفض أو يترفض بشكل مباشر يعني. بالظبط كده. أما بقى لو كانت الأسئلة دي مجرد اجتهاد شخصي من أخته بدافع الحرص عليه، فنصيحة المصدر للعروسة هنا هي الرد بحزم ولباقة. ترد تقول إيه مثلا في الموقف ده؟ تقول إن أسرار بيتنا لا تخرج للعلن. والملفت هنا إن الرد ده حسب كلام المصدر بيعتبر عامل جذب للشاب مش منفر زي ما هو شائع. معقولة؟ يعني ده بيبين إنها عقلية ناضقة؟ أيوة، بيعكس نضج كبير جدا، لأن الشاب بيشوف إن دي إنسانة بتعرف تحفظ أسرار بيتها. يعني كده رسم الحدود مع النوع الأول بيفرز الشخصيات وبيوفر مساحة للنوع التاني اللي النص بيسميه الشاب صاحب القرار. صح جدا. الشاب صاحب القرار ده فريق تاني خالص وليه طريقة مختلفة. بس إزاي العروسة تقدر تفرق بين شخص حاسم فعلا وشخص مجرد متسلط أو بيهمش دور أهله وبيتعمد يلغيهم؟ التفرقة هنا واضحة جدا من خلال تصرفات الشاب زي ما النص بيوصفها.
الشاب صاحب القرار مش بيلغي أهله خالص، لكن بيسيب ليهم مهمة الشكليات البسيطة بس. يعني بيدخل البيت مباشرة عشان هو فاهم إن دي حياته ومساره الشخصي. بالظبط كده. القرارات المصيرية والأسئلة العميقة لازم تتناقش وجها لوجه بين الطرفين المعنيين. الحسم هنا نابع من إحساسه بالمسؤولية مش من التهميش. يعني هو بيحترم دور أهله، بس بيتصدر المشهد في الوقت المناسب عشان يبني أساس حياته الزوجية بنفسه. مظبوط. وده تحليل منطقي جدا بيوضح إن الحفاظ على الخصوصية ورسم الحدود المبكرة مش بيفسد الجواز زي ما البعض بيعتقد. بل بالعكس، ده فلتر طبيعي بيفصل بين التردد وتحمل المسؤولية. بس ده بيطرح فكرة أعمق للتأمل في النهاية بصراحة. فكرة إيه؟ لو كانت فترة التعارف كلها عبارة عن اختبارات فلترة ووضع حدود وقياس ردود أفعال من الطرفين، هل ده ممكن يقتل التلقائية؟ سؤال مهم فعلا. وهل ممكن حد يكون شاطر جدا في اجتياز مقابلة العمل دي لأنه مذاكر القواعد كويس بس يفشل تماما في الوظيفة نفسها وفي الحياة الحقيقية بعد الجواز؟ دي حقيقة، لأن اجتياز البدايات بنجاح مش دايما ضمان لاستمرار النهايات بنفس القوة. دي مساحة مفتوحة للتفكير بره إطار النص المكتوب. فعلا. عشان كده سؤالنا المطروح للنقاش في التعليقات النهاردة لكل اللي بيسمعونا، إيه هو أصعب سؤال ممكن يتسأل في فترة التعارف، وإزاي ممكن الرد عليه بذكاء يحفظ الحدود؟ خطوة ممتازة زيادة التفاعل، وهستنى أشوف الإجابات في التعليقات. وأكيد متابعة باقي حلقات السلسلة دي واستكشاف السلاسل التانية المتاحة على القناة حاجة مهمة جدا لفتح أبعاد مختلفة لكل المواضيع المشابهة. لأن الباب اللي بيتقفل بحدود واضحة هو غالباً المسار الوحيد لدخول الشخص الصح.